عليكم، كل عام وانتم طيبين. ظاهرة اتكلمنا فيها بدل مرة 30-40 مرة وناس كتير اتكلمت فيها، وهي تجهيز العرايس والمغالاة في تجهيز العرايس. الموضوع بقى مثلا زيادة عن حقه قوي. بنشوف ناس بتروح تجيب حاجات مش محتاجاها أكتر من ظروفها، وترجع تقول احنا مش عارفين نسد. ايه الفكرة في ده كله؟ احنا مش عارفين. طب يقول لك اصلا مش اقل من فلان، طب ده اقل من حاجه بقت غريبه جدا. طب ليه وعشان ايه؟ محدش عارف. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ والناس بتعمل كده ليه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع كله في الاول وفي الاخر انا شايف انه بالبلدي كده للفشخره الكدابه. تمام؟ يعني ايه للفشخره الكدابه؟ يعني هم عايزين يقلدوا فلان وفلانه، وهي مش اقل من بنت خالتها، مش اقل من بنت عمتها يعني الدرجه دي. يعني ومش اقل من جارتها وزميلتها ويروحوا يندين وعادي يستلفوا بقى، مش قصه. يندين ويمضي على وصولات امانه ويستلف وما يعرفش يسد ويرجع يعيط في الاخر. كل ده عشان ايه؟ عشان يبقى الاسم ان هو جاب لها عفش مش زي فلانه، زي علان. ايوه. طب ما تجيب على قدك. ايه المانع يعني؟ كلها حاجات شكليات يعني. طبعا شكليات. ايه المانع انت تجيب على قدك؟ ايه المانع ان انت تعيش حياتك زي ما هي؟ بنشوف كلنا زي ما بنشوف كده يبقى حد يروح كده يشوف منظره يعني. منظره طبعا. بيروح يشوف والحاجات دي بتتسلم، بتروح في عربيه واحده وبيبقوا فرشين لبعض فرش متاع كده زي ما بيقولوا. تمام. ويقول لك اصله ما جابش وكانت حاجات كلها هايفه. طب وليه طيب الفشخره الكدابه دي؟ بس برضه عشان ما نسرحش بعد اذنك يعني. اتفضل. بقينا بنشوف برضه ظاهره غريبه بقى اللي هي موجوده في نفس الازال ده. 30-40 عربيه بيلفوا بالعفش ده عادي، واللي ما يشتري يتفرج زي ما بيقولوا، ومشايع كده. ايه الفكره برضه في حته اللف ولا مش اللف؟ انت جبت كتير، جبت شويه، ما يبقى لنفسك وخلاص. ما انا قلت لك في الاول الموضوع للفشخره بقى بالبلد زي ما احنا بنقول كده يعني. الفشخره بجمله بقى الموضوع ما اجيب عربيه والف كملت المنظره يعني. يجيب عربيه وكل عربيه عليها حتتين مش عارف ايه، وكل عربيه عليها حته حصيره وعليها بتاع والاسم يبقى انا رايح اعزال فيه 30-40 عربيه. وبالنسبه لبتعد العربيات برضه عشان ايه؟ ممكن يكون سالف فلوس العربيات ما كانتش جايه له مجامله، وممكن يبقى مش عارف ايه، ولازم يبقى فيه جي، ولازم يبقى فيه كل حاجه. الموضوع الاهم بقى من ده كله ان خلاص الموضوع بقى عاده سيئه جدا. بس اقطعك في حاجه. اتفضل. اسف ولا ايه؟ عشان تبقى الناس معانا بس برضه. هو ايه الفكره في اللي احنا بنعمله يعني؟ ليه؟ عشان ايه يعني؟ زي ما الراجل بيقول 3/4 الحاجات دي يعني ممكن نستغنى عنها. اكيد طبعا. كده كده ابدأ حياتك وافرش براحتك، وبعدين يبقى هات الحاجات الاساسيه اللي بعد، الحاجات الضروريه بقى ولا الحاجات اللي انت عايزها بعد كده يعني. ابدأوا حياتكم الاول، ما تزنوش نفسكم، وبعد كده اشتري حاجتك براحتك انت اهو. زي ما بنقول اهو. بيقول شكليات. الحاجات بتتفرش في عربيه والمنظر ما يبقاش كويس، منظر وحش جدا والله، يجيب غم لحد يعني زي ما بيقولوا. طب ما نبداها كده الاول بالراحه عشان محدش ياخد باله ولا يحسدنا ولا يعمل لنا، ولا صح كده ولا؟ يا عم ده بيلفوا البلد كلها ونطلعوا يلفوا. واحد ينتشوا معين يعني.
يلفوا الشوارع كلها عادي بقى، مش قصه. واحده مش قادره تجيب، تبص تبقى مش عارف تقول ايه، والحكايه والرقص الفلانيه، والناس ترجع تقول ده كان بيستلف من فلان ويستلف من فلان. وده الفكره كلها، انه انت هتعرف تجيب وتسد. هات معاك فلوس، هات ما معكش خلاص عيش على قد ما فيش يدفع منين بقى. ما احنا بنتكلم في كده اهو بقى. هو اهم حاجه انه يروح يمضي ويشيل، والعربيات تودي وتفشخر في البلد، والدنيا تبقى حلوه، والاسم الواد ده عزال زي فلانه، ولا زي فلان، ولا زي بنت فلان، والدنيا حلوه معاه. يدفع ازاي بقى؟ حاجه تانية بس، استنى كده دقيقه واحده. اتفضل. ما هو البنت مش هنجيبها البنت برضه عشان بس يبقى احنا فاهمين الموضوع. ما هو الواد رخر عايز يعمل فرح ويعمل فرح كويس، اكيد طبعا. نفس القصه برضه، ممكن تلاقيه مديون ولا انعمل ولا كان جايب قرشين من اي حته طبعا طبعا. ما هو اقل من اصحابه اللي عاملين فرح بمبلغ وقدره. تمام. ما يفرحش ليه ويهيص ليه؟ معاه فلوس خلاص، هو معاه فلوس بقى هيعمل. بس برضه انت بقت هيهيص يعني. عايز يهيص ويزقطط هو واصحابه. اللي يحصل يحصل. بيكش تخرب بعد كده. يجيب ويعمل. طب انت حتى ما معهوش، تلاقي الدنيا برضه نفس القصه، سلف قرشين من واحد صاحبه. مش قصه. سدهم ما سدهمش، يقول له على الصباحيه ويلاقي فوق قال ان الدنيا باظت معاه. بس بعد اذنك كده سؤال تاني برضه. طب اتفضل. هو بعد ممكن ما يتجوزوا كده وربنا واراد ان هم يخشوا ببيت، سواء البيت ده بقى شقه لوحدهم، شرك، مش عارف ايه، بنرجع يحصل شويه مشاكل بعد كده. وارد كل حاجه برضه. تقعد لوحدها، تخدم ابوه وامه، ما تخدمش ابوه وامه، على حسب تربيه كل واحد بقى. انت بتخدمه، لسه بتعرفوا على بعض، الحق تحس ان بدات مشاكل تحصل. احنا نتفادى ده ازاي طيب؟ والله بصوا، في الاول ما البدايات بتبقى غلط بقى. يعني انا جبت حاجات مش قدها ورحت داينت نفسي، فعايز اسد الحاجات. ونفس القصه، العريس ما معهوش وجاهز شقته بمبلغ وغير اخر، جايب الفلوس منين؟ سالفها. سافر له يومين بره وجه صرفهم. ممكن ما تمشيش. لا 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 لا، استنى بس. فهو عايز برضه نفس القصه. طب انت جوزت بنتك او ابنك، ده كله بناء على تربيتك. انت هتعمل مش هتعمل، ده تربيه اهلها هو تربيه اهله. زي ما انت ربيت هيحصل لك، زي ما انت اتعاملت مع ابوك وامك هيحصل لك. كل الفكره بس ان انت جوزت بنتك، اخلع نفسك منها بعد كده، ما تخشش في حاجه. اكمل عشان برضه ما نطولش على الناس، هستاذنك. اتفضل. يبقى لنا لقاء تاني يعني. ما فيش مشاكل، تحت امرك. هو الموضوع ببساطه جدا، ان كل واحد يعيش على قد حاله زي ما بنقول. يا ريت. بلاش تكلف. يا ريت. بلاش تقلد حد. ازاي بقى؟ قلد ظروف نفسك. عيش على قد المستوى اللي انت عايش فيه. يا سلام. بنشوف حالات كلنا قدامنا، الناس بتروح تمضي وتجيب حاجات زي ما بنقول، ما بيعرفش يدفع يا عم. اللي زي ما بنقول ما بيعرفش يسد. لا. عشان ايه؟ عشان زي ما قال يتفشخر مش اقل من انتوا فلان. هي احنا مش شويه. الناس يا باشا مخمومين فيك، مش مخمومين فيك. عيش على قد ستر ربنا حلو. ان شاء الله نتقابل تاني. ان شاء الله. ان شاء الله. يا رب ما نكونش طولنا عليكم. هنتكلم في الموضوع تاني مره واثنين وثلاثه لغايه ما نشوف الناس عايزه من نفسها ايه. السلام عليكم.